اليوم الوصفة القيمات الذهبية المقرمشة بطريقة معتمدة ومضبوطة. المقادير ظهرت لكم على الشاشة ونبدأ بسم الله. أول شيء بزبدية عميقة بضيف جميع المواد الجافة، أخلطهم، بعدين أضيف الزيت والماء، أعجن وأطول بالعجن يطلع عندي القوام أثقل شوي من خليط الكيك. إذا رفعته فوق ونزلتوه يصير فيه خطوط وبعدين تختفي تدريجيا. هذا هو قوام عجينة القيمات. أغطي العجينة وخليها ترتاح بمكان دافي تقريبا نص ساعة. بعد ما انتهى الوقت ما شاء الله تبارك الله العجينة خامرة، أعجنها مرة ثانية وأجهز زيت مع ملعقة وأجهز الزيت. بالنسبة للزيت تكون الحرارة من 180 ل 190، باقي له شوي ويسخن. بالنسبة لقلي القيمات في تكنيك يخلي القيمات ذهبية ومقرمشة. إذا وصل حرارة الزيت إلى 180 190 ننزل الحرارة، بعدين نبدأ نلقم، وضروري يكون الزيت تغزير علشان تنزل القيمات تحت وبعدين تطفو مرة ثانية. إذا انتهيت من التلقيم أرفع حرارة النار على وسط وبعدين أبدأ أحرك بالطريقة هذه التحريك. أستمر بالتقليب لين تاخذ القيمات كلها اللون الذهبي وتكون مقرمشة، وترى يبغالها طولة بال. هذا هو اللون بدون أي فلاتر. الحين بحطها بالصفاية بكم تسمعون الصوت. وبعد ما انتهيت من قلي كل الكمية حطيتها بصحن التقديم، حطيت عليها العسل ورشة من السمسم محمص. ممكن تحطون عليه دبس التمر، شيرة، أي صوص أنتم حابين. ما شاء الله تبارك الله. القيمات ذهبية مقرمشة، لون واحد، مفرغة من الداخل، يعني استمرت مقرمشة لين الليل. ما شاء الله تبارك الله. اعتمدوا الطريقة هذه، سووها، وبإذن الله بتعجب الجميع. صحة وعافية وهنا عليكم جميعا.